بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي وحبايبي واصدقائي عشاق متابعين قناة جول كيبر، انا طبعا بعبر عن سعادتي الكبيرة جدا جدا ان انا بلتقيكم من جديد. معانا كم خبر، قنبلة قنبلة قنبلة. في بعض الامور اللي مش تمام، والامور دي خاصة بصفقة وسام ابو علي. امور الحقيقة مش تمام خالص. النادي الاهلي باع اللاعب وسام ابو علي لنادي كولومبوس الامريكي مقابل 7.5 مليون دولار ومليون دولار مميزات. اتفق مع النادي الامريكي على الحصول على 5.5 مليون دولار قسط اول، وبعد كده 2 مليون دولار قسط تاني، وزي ما قلنا مليون دولار مميزات. النادي الاهلي خلاص نهى كل اتفاقاته. اللاعب المفروض اتفق مع نادي كولومبوس على كل الامور، فالنادي الاهلي بيشوف البديل. توصل لاتفاق مع نادي كارديف سيتي الانجليزي احد انديه الدرجه الثانيه انه يضم اللاعب يوسف ساليتش، وده راجل مهاجم زي وسام ابو علي، بلديات وسام ابو علي، يقيد كلاعب محلي مقابل 3 مليون و800 الف دولار، ويدفع المبلغ على دفعتين، دفعه 2 مليون دولار ودفعه مليون و800 الف دولار. والنادي الاهلي نهى كل الاتفاقيات مع اللاعب ووكيله ومع النادي بتاعه. النادي الاهلي يوم 2 3 4 5 6 7 8 مستني فلوس كولومبس الامريكي عشان يضم ساليتش ويقفل الصفقه. كابتن محمود الخطيب سعيد جدا بصفقه ساليتش وسعيد ببيع وسام، ان كده النادي الاهلي هيحقق ارباح ماليه كويسه جدا. هيشتري لعيب ب 3,800 وبيع لعيب ب 7.5 مليون دولار غير المليون المميزات، يعني داخل له كده في الليله حوالي 4 مليون دولار مكسب، وجايب لعيب اصغر من وسام 22 سنه. الامور ماشيه زي الفل، والاهلي مستني فلوس وسام ابو علي ومستني نادي كولومبس الامريكي يبعت الفلوس. زي ما قلنا يوم 2 3 اسبوع 8 ايام مفيش فلوس جت. النادي الاهلي لسه محتفظ بوسام ابو علي في قائمته. هتقولي طب محتفظ بيه ليه؟ ما هو لو رفعوا من القايمه والقيد في مصر قفل يبقى وسام فري، لاعب حر ينتقل ببلاش. النادي الاهلي يبعت خطاب، يبعت ايميل، اتصالات بنادي كولومبس الامريكي ابعتوا الفلوس، مفيش. الاهلي عايز يلحق وقته، عايز دعم خط هجومه، مفيش، لا رد ولا فلوس جايه. النادي الاهلي قال لك يمكن نادي كولومبوس ده رجع في الصفقه، ايه اللي حصل؟ فمسؤول النادي الاهلي تواصلوا مع ناس في اتحاد الكره المصري، قالوا لهم تواصلوا مع الاتحاد الامريكي، اعرفوا لنا التامين الرياضي للصفقه دي اتدفع ولا لا. في حاجه اسمها تامين رياضي، تامين رياضي في الدوري الامريكي وبرضه في الدوري الانجليزي والالماني. تدفع تامين رياضي على اي صفقه او اي لاعب بتضمه من خارج الدوري. النادي الاهلي اكتشف ان التامين الرياضي الخاص بصفقه وسام ابو علي ما اتدفعش، واجراءات الورق بتاعته نفسها ما خلصتش. فطبعا ده كده لغز كبير، ومشهد فيه ضبابيه جامده جدا جدا جدا، مشهد فيه ضبابيه جامده جدا جدا. لان لو التامين الرياضي ده نسبه من قيمه عقد اللاعب، نسبه من قيمه عقد اللاعب. انت بتقدم مستنداتك وتقدم محادثاتك مع النادي اللي هتشتري منه اللاعب، واتفاقياتك بتقدمها، تدفع التامين الرياضي. العقد لما بيتعمل ويتحط بيظهر على طول ان انت كلامك سليم، قيمه ماليه بكذا، نسبه التامين الرياضي سليمه والدنيا تمام. فالاهلي لقى فيه ضبابيه في المشهد، ضبابيه جامده جدا. فما تستغربش لو وسام ابو علي كمل مع النادي الاهلي. وسام ابو علي حتى هذه اللحظه
في قائمة النادي الأهلي. ما تستغربش لو كمل مع النادي الأهلي. النادي الأمريكي ده ما تفهملوش، ضبابية وأمور غير واضحة. ولما جت حتة التأمين الرياضي دي خلت مسؤول الأهلي بنسبة 80% أو أكثر حاسين إن الصفقة دي مش هتتم. هتقول لي طب يوسف سالتش هيجي؟ لا مش هيجي. هو كان هيجي ليه؟ لأن ده كان هيتحرك من مكانه اللي هو سام أبو علي، وكان الأهلي هيحقق أرباح ما يقرب من 4 مليون دولار. لكن هيجي ليه؟ والأهلي هيدفع فلوس ليه؟ ما اللاعب بتاعه مكمل واللاعب بتاعه قاعد. واتفاجئنا بوسام ابو علي خارج يعتذر لجمهور الاهلي، ده انا بحب النادي الاهلي، بحب جمهور الاهلي والسوشيال ميديا. طبعا هو عرف بكل ده، هو عرف ان التامين الرياضي ما اتدفعش، وعرف ان اوراق عقده ومستندات عقده ما راحتش للجهات المختصه في امريكا. وخلاص الوقت بيجري والقيد هيقفل في مصر، فبدا يمهد بقى، بدا يمهد ويعتذر لجمهور الاهلي، ومعلش يا جمهور الاهلي وحقكم عليا، ويكلم الكابتن شوبير ويتصل بالكابتن شوبير، وانا بحب جمهور الاهلي والسوشيال ميديا هي السبب. سوشيال ميديا ايه؟ السوشيال ميديا ايه السبب؟ فطبعا بحكي لكم الموضوع برمته، والعبد لله بفضل الله تعالى تواصلت مع مسؤولين كبار في مجلس اداره النادي الاهلي، هم اللي كشفوا لي تفاصيل الليله كلها، وتفاصيل ان النادي الامريكي ده عنده حاله ضبابيه كبيره، وان خلاص الساعات بتجري والوقت بيجري، والقيد قفل بالسلامه. اللعيب في قائمه النادي الاهلي. انسى انسى. قلت لي طب ما يبيعوه بعد كده، ممكن يكون القيد يكون لسه مفتوح في امريكا. الاهلي كان مخلص بديل وسام ابو علي، كان مخلص البديل ومخلص الليله ومخلص كل حاجه، وفضل مستني يوم واثنين وثلاثه واربعه وسته وثمانيه وايميلات، مفيش اي فلوس جت. وانا قلت لحضراتكم، وده ما كانش من عندي، ده كان مسؤول النادي الاهلي، قلت لحضراتكم النادي الاهلي مستني فلوس وسام ابو علي عشان يخلص لاعب من الاثنين، كيفن كارلوس او يوسف سالتش. كيفن كارلوس كان متوقف مساله انه يجي الاهلي على رحيل داري، وداري جاله عرض رسمي من الشباب السعودي، وقعد يقول لك لا انا مش عايز امشي، انا بحب النادي الاهلي والنبي خلوني. الراجل بياخد مليون دولار في الموسم، ياخد مليون دولار في الموسم، والراجل مش مقتنع بيه. خوسيه ريبيرو ماتشين الوديين اخر ماتشين منتخب الشباب وبتروجيت، دفع بيه ايه؟ لحظات. اعتمد على بيكهام وياسر وياسين مرعي، دول الثلاثه اللي مركز معاه. هنتابع ونشوف طبعا، بس كده طبعا بعد اتصال اللاعب بالكابتن شوبير اللي هو وسام ابو علي وكلمتين بعتذر للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، خلاص هو عرف ان الحلم اتسرب من ايده، وان مفيش كولومبوس. حتى هذه اللحظه ممكن الساعات الجايه الامور تتغير، ممكن الساعات الجايه الامور تتغير. وانا تواصلت مع حد في اتحاد الكوره، قلت لهم لو اي نادي في الدوري المصري عقد صفقه قبل غلق باب القيد بساعه واحده، صفقه خارجيه، الداخليه دي امرها سهل تخلص في دقيقتين، ناخد البطاقه من الاهلي نحطها في زد، ناخد البطاقه من زد نحطها في الاهلي، موضوع يخلص تت ما ياخدش. فانا تواصلت مع حد في شؤون اللاعبين في اتحاد الكوره، لو النادي نادي مصري ابرم صفقه خارجيه قبل غلق باب القيد بساعه، قال لك من حقه ياخد مكان في السيستم حجز 72 ساعه عقبال ما تيجي البطاقه. فممكن الساعات الجايه الدنيا تتغير، كولومبوس يبعت الفلوس، فالاهلي يخلص سالتش ويحجز لحد اللاعب ما يجي، يعمل الكشف الطبي، تيجي البطاقه يتسجل على السيستم. ممكن ده يحصل، بس اللي انا شايفه انه في صعوبه بنسبه 95%، لان النادي الاهلي بعت كذا ميل بتوع كولومبوس، تهرب، عدم وضوح، عدم رد. مساله عدم دفع التامين الرياضي دي خلت الاهلي خلاص بقى عنده نسبه كبيره ان الصفقه دي لن تتم. رضا سليم
هيرحل للجيش الملكي، بس لا يتحمل نصف الراتب بتاعه. رضا سليم بيحصل على 750 ألف دولار، هيروح الجيش الملكي إعارة، مفيش بند يسمح للجيش الملكي يشتري رضا سليم بعد نهاية الإعارة، خلصت الإعارة يرجع على الأهلي. الأهلي هيدفع له نص الراتب بتاعه. معرفش أحمد عبد القادر عايز إيه. أحمد عبد القادر بعد ما عرض على الكابتن محمد يوسف دفع 30 مليون جنيه ويهبق يخلع ويفسخ العقد بالتراضي، والكابتن محمد يوسف رفض، رجع في الساعات الأخيرة تقدم بعرض مالي جديد، قال لك ادفع 40 مليون جنيه وافسخ العقد بالتراضي واخد استغنى مفتوح. كابتن محمد يوسف رفض العرض الثاني، زي ما رفض الاولاني رفض العرض الثاني. فاللاعب بصراحه، طبعا الفلوس دي قلنا مش من جيب اللاعب متواصل مع نادي هنا في مصر، هو اللي عمال يرسم له المخططات دي ويقول له على الارقام الماليه اللي يعرضها عشان يفسخ عقده مع النادي الاهلي. تقول لي طب وسام كمل مع الاهلي كده، خط هجوم الاهلي مين؟ لا ده كده الدنيا كترت قوي، كده الدنيا كترت وشعللت وبقت القنبله. كده بقى عندك يا باشا وسام، محمد شريف، صامويل اوبونجا، لعيب الغاني، جيرادي شار، كتير كده كتير. ومعاهم كمان الواد الناشئ حمزه عبد الكريم، بس حمزه عبد الكريم يعني بيتمرن بس لاكتساب الخبرات، فكده برضو كده الفراوده كتير. ومعاهم كمان محمد طاهر. بس اعتقد بقى مع بقاء وسام هيرجع طاهر لمركزه كجناح، ممكن يتم استغلاله في بعض الماتشات. بتروجيت تواصل مع الاهلي وعايز ياخد مصطفى البدري اعاره، الاهلي مرحب وقال لهم اتكلموا مع اللاعب، اتفقتوا معاه تعالوا تيك على طول، اللاعب ينتقل لكم اعاره. هنرجع تاني لاخبار النادي الاهلي، بس عندنا بيراميدز خلص محمود جاد من المصري. محمود جاد فاضل له موسم واحد، يعني يناير المقبل يوقع لاي نادي يرغبه. الحقيقه كامل ابو علي عمل الصفقه دي القنبله. كامل ابو علي رئيس المصري باع محمود جاد ب 35 مليون جنيه، حلو قوي، فاضل له موسم واحد في عقده، قفش 35 مليون جنيه وقال لي محمود جاد مع الف سلامه. كده يبقى حارس المصري الاساسي محمود حمدي، وممكن المصري يضم حارس من الزمالك ويعمل صفقه تبادليه مع الزمالك، وينتقل من المصري احمد عيد للزمالك، والمصري يضم حارس مرمى. عفوا، هتقول لي مين؟ لا عواد لا صبحي، وممكن تتفاجئ بصبحي. فهنتابع ونشوف. الجونة عمل 10 صفقات كتير يا جونة. ايه يا جونة الروقان ده؟ يا جونة؟ ده الجونة دلوقتي زمانها ايه؟ مدينة الجونة مش فريق الجونة، مدينة الجونة يا عيني. انا قضيت شوية ايام في مدينة الجونة، ايام ايه، سنين. كل سنة راح بطلع 10 ايام اسبوع كده في الجونة، حاجة روعة الروعة الصراحة، قاعدين مع بعض على الكنبة، خلاص قاعدين مع بعض على الكنبة، لا في جونة ولا اي حاجة. اقول لك بقى اللعيبة اللي ضموهم الجونة: خالد صديق، وده راجل من انبي، باسل الخيني، وده راجل لعب في العبور وزد، ده لعيب مصري، وعلي حمو، وده لعيب مغربي، صامويل اوميثا ده نيجيري، احمد جمال ده من انبي، زياد عسكر ده حارس مرمى شاب كان بيلعب في لافيينا، صابر الشيمي مدافع من اسوان، احمد بليا اسوان، عبد الله السعيد اسماعيلي، والغاني جنرال حفيظ. النادي الاهلي عنده لعيب شاب اسمه احمد وحيد انتقل لصفوف المحله اعاره. فاركو ضم لاعب شاب من بيراميدز اسمه كريم الطيب،
ضمه من بيراميدز اعاره، وفاركو زي ما قلنا فتح القيد وضم طبعا يوسف سيد عبد الحفيظ النجم الكبير سيد عبد الحفيظ. عدي الدباغ صفقة الزمالك الجديدة شارك في التدريبات، لكن طبعا لن يلحق بلقاء سيراميكا يوم الجمعة. اللاعب لسه جاي، يا دوبك ممكن يدخل الماتش اللي بعده. المصري هيلاعب الاتحاد السكندري برضه الجمعة. بيراميدز هيلاعب دجلة الجمعة الساعة 6 مساء. الزمالك الساعة 9. السبت ماتش الأهلي أمام مودرن سبورت. محمد عادل الحكم الدولي السابق، واللي طبعا كان عنده أزمة تسريب كلامه مع الفار في لقاء الأهلي والبنك الأهلي، قال لك اللي سرب المكالمة واللي سرب الكلام ده أحد العاملين بلجنة الحكام، وقال لك المتهمون بنشر التسريب تمت إحالتهم للمحكمة، وقال لك بيواجهوا 4 تهم. ومحمد عادل قال لك إن محمد فاروق رئيس لجنة الحكام وقتها تعرض لصدمة كبيرة لما عرف إن التسريب خرج من أحد العاملين بلجنة الحكام. الراجل تعرض لصدمة كبيرة. ومحمد عادل الحكم الدولي السابق قال لك كلاتنبرج أفضل واحد تولى رئاسة لجنة الحكام، والراجل ده كان هيطور فعلا. كلاتنبرج الإنجليزي اللي أشاد بيه سيد عبد الحفيظ بصورة كبيرة. وتذكر كمان المهندس خالد مرتجي نائب رئيس النادي الأهلي قال لك ان رحيل الراجل ده خساره كبيره جدا. طبعا الراجل ده اتهاجم كميه هجوم، كلاتنبرج اتهاجم هجوم رهيب عشان يمشي، اتهاجم هجوم جبار عشان يمشي. محمد عادل بيقول لك ده فعلا كان خبير عالمي، وقال لك المحاضره بتاعته كان كل الحكام بيستفيدوا منها استفاده جباره، وقال لك ده فعلا اللي كان هيطور التحكيم وكان هيخلي التحكيم المصري في مكان تاني خالص. لكن ما شاء الله مشيناه، تحكيم ايه اللي تخليه في مكان تاني؟ انت تمشي من هنا وتروح مكان تاني، هنهزر مع بعض. فمش الراجل رحل طبعا، وانتوا فاكرين الراجل رحل ازاي؟ جون ادوارد المدير الرياضي للزمالك تواصل مع محامي مشلاك. البولندي مشلاك لاعب الزمالك دلوقتي انتقل لاحد الانديه اليونانيه، شاك الزمالك ب 770 الف دولار. جون ادوارد تواصل مع المحامي بتاعه عشان يحاول يحل المشكله دي، ويعني يحاول يخفض المبلغ شويه يجدوله. حازم فتوح وكيل اللعيبه فجر قنبله القنبله. حازم فتوح بيقول لك على مسؤوليتي، والعرض ده كان عن طريقي، مش معلومات، ده انا اللي جايب العرض. قال لك من اسبوعين بالظبط رحت النادي الاهلي وتقدمت بعرض رسمي من نادي نيوم السعودي للحصول على خدمات احمد سيد زيزو لاعب الاهلي، وقلت للنادي الاهلي قولوا لي طلباتكم الماليه مقابل التنازل عن اللاعب. الراجل بيقول لك انا اللي جايب العرض، وانا رحت قابلت اداره الاهلي وقلت لهم من اسبوعين شوفوا عايزين كام وتسيبوا زيزو. قال لك نصا كده، قال لك اداره الاهلي رفضت مساله التفريط في اللاعب تماما، ورفضت كمان تقول لي اي ارقام ماليه. يعني بالبلدي كده احنا يا ابن الحلال لا هنسيب اللاعب ولا عندنا رغبه نبيعه ولا بنفكر في فلوس تخص مساله بيعه. ده كلام حازم فتوح. اللاعب اللي اسمه احمد الجفالي لاعب الزمالك خلاص هيروح ابها السعودي اعاره. واللاعب ده خرج حواليه كلام كتير جدا، بس انا تواصلت مع لعيبه في الزمالك وسالت عليه. الواد ده خامه روعه، لعيب حريف قوي وكويس قوي. مساله الاصابه اللي جات له دي كانت عايزه هدوء، يتعالج بالهدوء، وعايزه صبر، لكن الواد ده عنده امكانيات فنيه عاليه جدا وهينجح في ابها السعودي، هينجح وهيكمل، والزمالك هيكسب من الواد ده فلوس، اوكو يا اوكو، الواد اوكو بتاع الكبده والسجق، الواد اللي جه عمل كشف طبي في الزمالك،
خلص الدنيا بيلعب في نادي لوزيرن الفرنسي، اسف لوزيرن السويسري. ولوزيرن السويسري اتفق مع الزمالك، المهم عمل ورقه اتفاق. ولاد اوكو يا اوكو بعد ما جه القاهره والدنيا تمام وخد الكشف الطبي واجتازه، قال لهم ارجع بس سويسرا اضرب لي سندوتشين كبده وسجق واجي لكم بسرعه. الواد زي ما تقول الكبده والسجق عملوا له حمو، ريح شويه في سويسرا، حقه برضه. انت عارفين المعده لما تقلب هيعمل ايه الراجل؟ حقه بلط بقى. قعد يومين ثلاثه خد راحته يعني. فاتفاجئ بوكيله جاي يخبط عليه وقال له انا جايب لك عرض من الرياض السعودي، والكبده والسجق انا حاسبت عليهم خلاص، حسابهم عندي. حسابهم عندي. تقلقش خالص. قال له اوعى يا اوكو تقلق، حسابهم عندي. قال له طب بس لو سندوتشين سجق تاني؟ قال له العين دي قبل العين دي، عينيا الاثنين. اضرب يا اوكو سجق تاني. اوكو ضرب السجق تاني. المهم اوكو خد بعضه وراح الرياض السعودي، ولقى هناك بقى الكبسه سجق وكبده ايه، والجو التعبان ده كبسه بقى وخرفان والدنيا حلاوه حلاوه هناك. المهم الراجل بعد ما ضرب الكبسه والدنيا تمام قال للرياض السعودي انا معاكم. الزمالك نجح بورقه الاتفاق دي، والنجاح ده يحسب لجون ادوارد. حقيقه الراجل بصراحه ادار الملف ده بمعلمه. نجح انه ياخد من اوكو يا اوكو 250,000 دولار وسبع سندوتشات كبده طرنشات. حقيقي برافو برافو يا جون ادوارد، برافو برافو. مش برافو على الفلوس، برافو على السندوتشات، برافو عليك برافو عليك. الراجل خد منه سبع سندوتشات كبده طرنشات، حاجه عظمه. مش مهم الفلوس، فلوسه تروح وتيجي، لكن الكبده ناكل ونتغذى ونتبسط. خد 250,000 دولار من اوكو يا اوكو، بس اوكو سابه ده عليه. قال له انا ما عملتش حاجه، حرام عليك، ده انا كل اللي عملته ان انا نزلت عملت كشف طبي، تاخد مني 250,000 دولار في الكشف الطبي؟ فبرافو على جون ادوارد انه دخل خزنه الزمالك 250,000 دولار. ده ما بيحصلش في الزمالك خالص. الزمالك ده متعود يخسر كل حاجه، يخسر ماتشات، يخسر قضايا، يخسر اي حاجه. فدي الحقيقه مشهد، يعني مشهد غريب، مشهد غريب. برافو على جون ادوارد، برافو برافو. تقول لي احمد عبد القادر بعد الكابتن محمد يوسف ما رفض ل 40 مليون جنيه هيعمل ايه؟ هقولها لك تاني، هقولها لك تاني. ديب فريزر 9 فاز، هندخله ديب فريزر 9 فاز وهيتجمد، وهيفضل متجمد لما الموسم كله يخلص. يبقى يمشي بقى بعد ما يتجمد ببلاش، يبقى يمشي ببلاش. خلاص انتوا عرفتوا الليله رايحه فين وجايه منين، واللعيب عايز يفسخ عقده ليه، وعايز ياخد استغنى مفتوح، ياخد استغنى مفتوح يكتب فيه النادي اللي هو عايزه، يكتب فيه النادي اللي هو عايزه. ابو تريزيجيه مبدع وعامل شغل عالي جدا، وتريزيجيه هيكون في الفرقه الاساسيه طبعا اللي هتقود النادي الاهلي ان شاء الله امام مودرن سبورت. وابو شريف طبعا زي ما قلنا المهاجم الاساسي، وديانج في نص الملعب، راجل هيعبر عن نفسه مع محمد علي بن رمضان. موضوع كوكا خلال ساعات قليله هيخلص وكوكا هيرحل. انا سالت في النادي الاهلي قالوا لي كوكا هيرحل. هنتابع ونشوف. الواد احمد رضا برضو عامل شغل كويس، واحمد رضا وكريم فؤاد هينجحوا جامد جدا مع خوسيلي بيرو باذن الله تعالى. شيروا اللايف عشان خاطري، شيروا اللايف. اخواتي وحبايبي واصدقائي بشكركم جدا جدا. كان معكم الناقد الرياضي علاء حماد.